شعري بينزل بطوله، ايه اللي ممكن اعمله له؟ اول حاجه قبل ما نتكلم عن علاج الشعر من بره لازم نتكلم على علاج الشعر من جوه. التغذيه الصحيه هتحل كل المشاكل. لك حصه كامله من البروتين علشان الشعر في الاصل مكون من البروتين، فلازم نحافظ على كميه البروتين اليوميه. لنا احتياج يوم من البروتين لازم نحافظ عليه. الحاجه التانية فيتامين سي، مهم جدا عشان مضاد للاكسده وبيحفز انتاج الكولاجين جوه الجسم، والكولاجين مهم لصحه الشعر وفروه الراس. الحديد مهم جدا، الحديد عشان بيساعد في نقل الاكسجين الى الشعر، فلو الحديد عندك قليل الشعر هيسقط ومش بيوصل له اكسجين، فكمان هينشف وهينزل بطوله. فيتامين A بيساعد على انتاج الزيوت اللي الجلد محتاجها عشان يبقى ناعم ويطول بسهوله. كمان الدهون الصحيه اللي الجسم محتاجها، الناس اللي بتشيل الدهون الصحيه هيحصل مشاكل في سقوط الشعر. مهم جدا نخلي بالنا من الغده الدرقيه، لو الغده الدرقيه فيها كسل الشعر هيسقط بسهوله. كمان نحاول نحافظ على نسبة الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين د في جسمنا. مهم جدا ان احنا ناخد الاوميجا 3. بعد ما ظبطنا الفيتامينات دي كلها فرصة ان الشعر يسقط هتبقى قليلة جدا. هنا يبدأ ندخل العلاج الخارجي، الجزء الخاص بتخصص جلدية اكتر. في التغذية هتحافظ على ان المشكلة ما تحصلش، وهنا الوقاية خير من العلاج. في الجلدية لو عملنا كل المشاكل دي ولسه في تقصير هنحاول نروح لدكاترة جلدية وبيعالجوا الموضوع ده بالتقنيات الحديثة، منها حقن الميزوثيرابي للشعر، منها الكريمات او الزيوت الطبيعيه، ممكن استخدام البلازما كحل قوي لمنع تساقط الشعر. كل الاسباب دي غير متعلقه نهائي بالصلع الوراثي، بس لو احنا عالجنا المشاكل شعرنا هيبقى احسن بكتير.